الخبر الخامس المهم اللي حصل في الفترة اللي فاتت هو فوز رجب طيب أردوغان برئاسة تركيا بنسبة حوالي 52%. بص، خلينا نفرق بين حاجتين. رجب طيب أردوغان بالنسبة لقطاع من الأتراك اللي هم على الأقل 52 مليون، ايه يا رب اللي بيقولوا ده، 52% اللي ادوا له صوتهم، هو رئيس ناجح. اقتصاديا تركيا لا شك انها عملت معجزه. يا رب باذن الله يكون اللي احنا ماشيين فيه في مصر يكون في نفس الطريق. هو الراجل تولى الحكم سنه 2000، على 2006 تركيا بقت بتعمل كده. كان تركيا عامله كده، ابتدى تعمل كده، تمشي يعني يحصل ليفلنج، يعني تمشي في خط مستقيم، يعني ابتدى النوز يطلع. النوز دي اللي هو مناخير الطياره، لما الطياره بتقع كده فمناخيرها لتحت، وبعدين انت شطارتك بقى انك ايه، تخليها تستقيم وبعدين تبتدي تعلى. المفروض ان احنا ده اللي بنعمله في مصر اليومين دول. احنا بدل ما الامور ماشيه لتحت نحاول نحسن الوضع. فرجب طيب اردوغان بالنسبه للقطاع من المجتمع، قطاع كبير من المجتمع التركي، هو رئيس ناجح. انما عليه انه يستوعب، ونعتبر دي رساله منا اليه، عليه انه يستوعب انه اللي حصل في 30 يونيو و3 يوليو وما بعد ذلك مش شبه اللي كان بيحصل عندهم، سواء سنه حاجه و60 61 سنه 60 وسنه 81 في تركيا. من هو بيسميه انقلاب عسكري، ده كان انقلاب عسكري حقيقي. اللي في مصر لو حبيت تستخدم المصطلح هتقول انها، حد مش عارف مين استاذ في الجامعه الامريكيه قال لك ده انقلاب شعبي، لكنه مش انقلاب عسكري، ده مؤسسات الدوله. احنا ما شفناش قدامنا ضابط طالع بيلقي البيان رقم 1 بمعزل عن اراده المصريين او بمعزل عن اراده بقيه مؤسسات الدوله، وانما موجود راس السلطه القضائيه، راس اهم مؤسستين دينيتين، بتتكلم عن قوى بتمثل المعارضه وقطاع واسع من الناس اللي كانت في الشارع، وبيقولوا بمنتهى البساطه في حجر سياسي على رئيس الجمهوريه، بس كان على رئيس الجمهوريه، حجر على رئيس الجمهوريه. فيكم حضراتكم في بيان 3/7 كان من ضمن الحاجات يقول لك ايه، ونهيب بالمحكمه الدستوريه العليا انها تصدر قانون انتخابات مجلس الشعب عشان يكون في انتخابات مجلس الشعب.